بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدأ تنفيذ المادة 293 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 6، اللي هو ايه؟ اللي هو اي واحد عليه حكم نفقة، سواء نفقة زوجية او نفقة اقارب او حضانة او مسكن، وحكم نهائي، خلاص هتتوقف عنه الخدمات الحكومية. لو مسافر مش هيعرف يسافر، لو هيطلع بطاقة مش هيعرف يطلع بطاقة، عاوز يطلع جواز سفر مش هيعرف يطلع جواز سفر. يبقى وقفت جميع الخدمات الحكومية، اللي أصبح النهاردة الحكومة بتبدأ تتحول إلى رقمي، يعني كل حاجة على الكمبيوتر. فأنت النهاردة مش هتقدر تطلع بطاقة ولا جواز سفر ولا أي خدمة إلكترونية إلا لما تدفع النفقة اللي عليك، سواء كنت زوج او من الاقارب. يعني حد رفع دعوى نفقة اقارب على عمه، على اخوه، ايا كان يعني. والقانون حدد قال لك يعني ايه، ما ينفعش يطلع اي خدمة الكترونية. المادة 293 على اساس ان قدرته للدفع على 3 شهور، يعني كل شهر بقى يقسط مبلغ. والتفعيل بدأ فعلا في جميع المحاكم حاليا. لو حضرتك معاك حكم، او بنتك او اختك معاها حكم نفقة، بتتوجه الى المحكمة الابتدائية، بتسأل على المكان المخصص وبيدوها نموذج بتملاه، وبتقول بقى، يعني هي لو مثلا عارفة ان هو هيسافر، تقول الخدمة المطلوبة ان منعه من السفر، يتمنع من السفر اوتوماتيك، ولا تعمل امر على عريضة ولا اي حاجة. مثلا بيطلع جواز سفر، يمنع من استخراج جواز سفر. يبقى اصبح الحكم واجب النفاذ، يبقى لازم تدفع، يعني لازم تدفع. ده تفعيل لتنفيذ الاحكام. نتمنى بقى تنفيذ الاحكام بالنسبة للاحكام الجنائية هتبدأ في 1/10 السنة دي 2026. فحبيت انبه على حضراتكم هذه الملحوظة، عشان اي حد عليه حكم نفقة، سواء نفقة زوجية او نفقة اقارب او اجر مسكن، يعني يستجيب بسرعة ويسدد عشان خدماته ما توقفش. بس بشرط ان اللي معاه الحكم يروح المحكمة الابتدائية، اللي هي مختصة. يعني انت رفعت قضية في بسيون، تروح المحكمة الابتدائية في طنطا، بتقدم، بيدوك نموذج هناك، بتملى النموذج بصورة من الحكم، بصورة البطاقة، وتقول الخدمة اللي انت عاوز تعطلها ايه، وبتكتبها، وخلاص كده بتتحول على الايه، على النت، بحيث ما يقدرش يطلع ولا يقدم له الخدمة الا لما يسدد النفقة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.